السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك أبو مريم. نتمنى ما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. الفيديو النهاردة هنعمل حاجة مميزة جدا، شغل الإيبوكسي وشغل البلاستر الشفاف بأقل تكلفة. القطعة مش هتكمل 5 جنيه إن شاء الله. تابعونا لآخر الفيديو هتفهموا الموضوع كامل. كل اللي احنا محتاجينه ده ربع كيلو من البلاستر الشفاف. زي ما حضراتكم شايفين أنا عامل إطار صغير كده، وعزلته عازل كويس بأي عازل برمرز شعر أي حاجة، اي حاجه اعزل بيها. ودي قطعه خشبه مرميه في الشارع، خدتها كسرتها على المقاس اللي انا عايزه وحروقتها زي ما حضراتكم شايفين كده بالنار، فطلع شكلها ده. طبعا بجيب البولاستر الشفاف وبحط عليه اي لون انا محتاجه. لو انا عايزه يفضل شفاف زي ما هو بسيبه شفاف. لو انا عايزه مثلا اديته سنة اخضر، يعني ربع سنة اخضر، اقل من ربع سنة اخضر، وبقلبه بيطلع معايا شفاف مخضر زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا عملت الحته دي مخصوص، انا كنت عايز اعمله شفاف ساده، لكن عملت الحته دي عشان في ناس كتير سالتني انا عايزه يبقى اللي هو فيه سنه خضار، يبقى فيه سنه زرق. فهي الموضوع كله محتاج سنه بس، يعني اقل من سنه، فبتطلع معاك كده. بحط شويه المصلب بتوعي على الربع كيلو دول، قد اقل من غطا الازازه اللي حضراتكم شفتوها، اللي هي الازازه الصغيره ديت. وبقلب كويس جدا، واهم حاجه في البلاستر الشفاف التقليب كويس جدا. وبعد كده بحطه في المكان بتاع الاطار بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا لازم يكون مقفل كويس جدا عشان ما يحصلش اي تسريب للخامه، للماده اللي انا بحطها، البوليستر اللي انا بحطه. زي ما حضراتكم شايفين كده، اقفل بصلصال، اقفل باي حاجه، كل ده هيتصنفر في الاخر، يعني مش هيبقى فيه اي مشاكل. طبعا الخشبه بتاعتي بتتحرك لانها كثافتها اخف من كثافه البوليستر، وبالتالي هي بتطفو فوق على الوش. ده طبيعي لاي حاجه. فطبعا بثبتها انا بخشبه بايدي كده، يعني بالخشبه اللي كانت في ايدي دي، بحيث ان هي ايه تثبت مكانها لغايه لما تبدا الحاجه دي تنشف، البوليستر ينشف. وبشيل الخشبه واعمل شويه صغيرين بقى انا لون تاني غمقتهم انا شويه، غمقت الاخضر شويه زي ما حضراتكم شايفين كده، وحطيته على الوش. هنا بقى لو انا عايز ارسم على الوش الشفاف الاولاني دي مثلا، وليكن رسمه، اي رسمه، عايز ارسم ورده، عايز ارسم اي حاجه اقدر ارسمها. انا بديك بس اختيارات، يعني انت ما تعملش زي ده. لا، في مليون الف حاجه ممكن تتعمل. انت ممكن تفكر، ممكن تعمل حاجات تانية احسن من كده بكتير. ده مجرد فكره، انا مش بقول لك اعمل ده. طيب انا استفاد بايه وفين المشروع اللي تكلفته 5 جنيه؟ حضرتك الحتة دي كلها بالظبط كده مش مكلفة ربع كيلو بوليستر، يعني مش هتلاقي، مش مكملة 15 جنيه بالحاجة اللي حواليها. طبعا شكلها تبص لها كده عايز ترميها، ما ملهاش اي 60 لازمة. لكن هي الصنفرة بقى هي اللي بتبين الشغل. طبعا واحد بيتفرج على فيديو اجنبي بيشوف البتاع بيخلص، واول ما تنشف يقوم موريها لك تشوفها جميلة، الله ده الناس دي متميزة. لا، هو بيطلع برضو نفس الشكل كده، في تجاعيد وفي مش عارف ايه، ده طبيعي. انما الصنفرة هي اللي بتخليه مظبوط. إيه، طبعا بصنفر بالصاروخ او بصنفرة الهواء زي ما حضراتكم شايفين كده، من اول صنفرة 100 لغاية مثلا صنفرة 1000 ولا حاجة، على حسب الصنفرة المتاحة. المهم اللي هو من الخشن للناعم. الخشن بيشيل كل الطبقات الخشنة، كل التجاعيد، كل الكلام ده. دي صنفرة هواء بتشيل لي كل حاجة لغاية لما تظبط لي السطح بتاعي، وش وظهر وجنوب وكل حاجة، واطلع طبقة ناعمة زي ما حضراتكم شايفين كده. الشغل ده متميز جدا يا جماعة وشغال، والقطعة ما بتكلفش 5 جنيه. والله العظيم انا بشوف ناس عارضة على الفيس، بس بيبقوا مظبطين شغلهم بصراحة. كل اللي حضرتك محتاجه ان انت تتقن الشغلانة مش اكتر. يعني مش كل ما تشوف فيديو تقول انا هعمل المشروع ده، مش كل ما تشوف فيديو تقول انا هعمل المشروع ده. لا، اعمل مشروع واتقنه واحترف فيه وكون مميز فيه علشان ربنا يكرمك فيه. الناس بتتميز والله، بيبيعوا السلسلة وبيبيعوا الخاتم، بشوفهم بيبيعوه ب 150 جنيه واكتر، يعني لدرجة ان في ناس الناس بتسألهم ده بكام وعايزين يشتروا، وانا عايز مش عارف. ففي شغل، في دنيا ماشية وفي شغل ماشي. انما لا، اللي بيتفرجوا على القناة عايزين يعملوا زي ده. ايه يا عم ده مين اللي بيتباع ب 150 مش عارف ايه؟ وانا عارف ان ده يتقال في التعليقات، بس انا حابب اوصل لحضراتكم ان في عقول لسه على قدها. وانا عارف برضو ان في ناس بتتفرج عليها دلوقتي فاهمة كويس قوي انا بقول ايه، وعارفين قيمة الحاجة اللي احنا بنعملها دي. الحتة الكبيرة ديت انا بدل ما اعمل حتة صغيرة وابدأ اصنفرها واظبطها واخد مجهود كبير، لا، انا اخد الحتة دي ممكن اعمل منها 10 سلاسل مثلا، او 5 سلاسل وختمين 3 مثلا. وكل ده ان شاء الله هتشوفوه في الفيديو الجاي. شايفين شكلها جميل ازاي، شكلها ممتاز ازاي، كل ده تظبيطها وتبقى سلسلة ازاي وتبيعها ازاي، كل ده ان شاء الله الفيديو الجاي. فلازم حضرتك تشترك في القناة وتابعنا. وان شاء الله ان شاء الله ان احيانا ربنا هتلاقي المشروع قدامك. انت تعب، بس انت تعب شوية بعد اذنك، اجتهد شوية، يعني حاول توسط، يعني اقول لك ربنا يوفق الجميع.